دايما بنشوف اسكندريه صد رد. النهارده احنا هنجرب اسكندريه صد رد. كلمت عمور، طبعا احنا طالعين اسكندريه ما اعرفش اي جدول هناك، احنا طالعين وزي ما تيجي بظروفها، بس انا عايز اجرب الصد رد ده عامل ازاي. عمور انت فين يا عم؟ انا واقف بقالي ساعه. فتشك اسكندريه صد رد. جوتشي يفتح الشنطه. ماشي جاهزين؟ يا حاجه. هنفتح تيك توك ونشوف هيدن جيمز في اسكندريه. انا مش عايز اروح نقعد ندور يا عم لا، يا اسكندريه كلها قدامك ساعتين تشوف حاجه نعملها. يلا بينا بس يلا اسكندريه صد رد. نطلع جاهزين؟ بس على ماستر نشرب حاجه. ولا عبي بنزين؟ انا عبي بنزين. الراجل ده بيتكلم صح يا جدعان. الراجل ده بيقول كلام صح. ده احسن تور جايد في مصر. حصل. حط رقمه في البايو. يعني حطه فوق دماغه، حط رقمه فوق لا دماغه. لا 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 بص على دماغي. اي حد عايز يتواصل معاه يعني. سفريات بقى دهب بتاع كل حاجة. جونة كل بقى، حاجة. جونة اي حاجه من الحاجات دي. كل حاجة. التأمين السياحي في مصر شامل. حصل. طبعا يا جماعه احنا جايين نصور ما رضيوش، واحد عمل حوار ما عندهمش تلج. وما فيش اي حاجه. المكان ده يا جدعان ما حدش يجي تاني. بونجورنو. مش عارف عشان هو لسه فاتح ولا هو اصلا هو كده. عايز يستعبط. بس انا بروح بونجورنو. المهم يعني دي الحاجات اللي جبناها، ممكن نروح مكان نجيب حاجه. وعلى فكره مدينا اكياس لطيفه. كده وصلنا اسكندريه، اول وجهه لينا باذن الله حوش القلاع. انتظروا فلوج رايق. هنعمل ريفيو موت. انا اول مره اجرب الحواوشي ده اصلا، عمر ده اختياري. صور يا ابني، صور 17 كيلو على اسكندريه. فين انت وصلت اسكندريه؟ تاكسي الفسفوري بتاعهم. يبقى الجدول هنطلع على حواوشي دلوقتي الكيال، هنحلف فطاير القلاع بعدين بعدين نقعد في الروف. هنقعد في الروف، لسه مش عارفين اسمه بس هنختار روف من اللي هو الثلاثه، هنقعد في واحد فيهم. لسه كان بهدلنا هو. سي فيو. ولا انت عارف اي حاجه، كل اسكندريه انا كلها مالي سي يا فيو. يا عم اسكندريه كلها سي لا فيو لا، اصلا. الوضع ترتيب. يا عم ترتيب ايه وديلة ايه؟ عن- احنا ما احنا في اسكندريه. بس احنا وصلنا في اسكندريه. نعمل بقى اللي نعمله واحنا وصلنا. ماشي، احنا كده فين؟ في اسكندريه؟ فين ايه؟ بس افتح لوكيشن، انا مش عرفني. خلاص شوف لي بايت في اسكندريه. لوكيشن ترتيب. بحر وصلنا. اسكندريه المحروسه. فين اسكندريه المعروسه؟ هي اللي احنا فيها. انا فاكره محل يا عم. ده شارع البحر. حمراء والبحر. معلومات اسرائيليه. بحر شارع اسكندريه جميله قوي يا عمور. ومباني وبتاع. عندهم عربيات زينا. يعني تحب تقول الاسكندريه؟ اسكندريه المحروسه. ماشي. اديني الدش كده ليه؟ لما بعذبوه ده ولا مطلعينه بره ولا على المشاكل ولا ايه؟ شارع الدش. شارع الدش فعلا. انا مش هتكلم. مش مكتوب على يا اخي يخرب بيت اللي يمشي وراك في مشوار. ولا ساكن هنا. وبعدين يعني يعني ايه مش مكتوب على جوجل؟ يمكن انت جبت لنا مكان غلط. مفيش الكلام ده اهو يا عم، وزاره الكيان. شاطر. عمر بيضيع مطعم اخر وبيتصل بيهم. قول الو. وبيرن ساعات السرد. طبعا الوجهه اتغيرت، فاحنا رايحين فين يا عمور؟ احنا على محل فطير كده مش عارف اسمه، بس انت اللي جبته. احنا كده رايحين على القلاع. احنا كنا فين؟ كنا عند حوشي الكيال. ماشي. هي كلها اسماء تحسها اسماء تيك توك بس يعني يلا مش مشكلة. ان شاء الله هندوق هناكل يعني هناكل. هو اتصل له ورده فان شاء الله. قال لي الفرعين مفتوحين، فرع سموحه والفرع اللي احنا رايحينه. فرعنا هنا فين؟ هقول لك دلوقتي. خلاص مش مهم. خش الشمال، خش الشمال الجاي. هنوريك. بعد ما الجدول اتغير لثالث مره باظ مش اتغير. هو باظ. هنروح على فين اخر حاجه؟ اسمه ايه؟ مشمش ده. مشويات مشمش. نشوف بقى البقلاوه والبسبوسه والايه. عاملين حاجات جديده هناك. هنضرب اهو طخ 6 كيلو بعد ما كنا خلاص داخلين على القلاع. يلا يا عم. بس هم عاملين هناك بسبوسه وبقلاوه باللحوم. ما نعرفش ايه ده، انا شفت ريفيو كده هنجربه بقى. هنجرب ونقول لكم. ستي تند. ما تلاقوش اصلا عليه عشان وشي. يا عم انت شكلك امور. انت شكلك جميل. او تشيل. اي حاجه. يلا احنا ماشيين، نلبس اي حاجه واطلع اهو. اي حاجه. نخش على مش نجرب بسبوسه دي. ما نندمش. يا عم مش هنندم. بس هنكمل اكل. المهم ان احنا هنا هنجرب وهندوق. هي دي اللي احنا جايين عشانها، بسبوسه وبقلاوه. مبدئيا كده ايه رايك؟ حلو المكان حلو بس حاسس بالوقت. بطاطس جبنه. اتكلم بس. خد كمل كمان. كمل كمان. حاسس المكان حلو بس حاسس الوقت خد وقت. خد وقت. المهم طحينه، سلطه، زيتون، وايه؟ وجبنه قديمه
وبطاطس بوريه. يا عم ماشي. دي ايه احنا قلنا اسمها ايه؟ دي البقلاوه. دي مش هي حاجه زي كده. مش عارف. لا رول اللي هي مش عارف ايه رول كده. المهم يعني اللحمه ملفوفه جواها طرب بقى ودي البقلاوه اللي هي ايه؟ مرصوصه فوق بعض. والله هو كله طرب باللحمه بس ماشي هندوق ونقول لكم. ايه رايك مبدئيا؟ لسه ما دقتش. ماشي. الشكل عادي هنشوف. شكلها ممتازة. 8 من 10. 9. الصراحة اللحمة جوزي ممتاز، اختيارات عبدول ممتازة. سوي لايك. فيها فستق دي ولا فيها؟ شايف ازاي؟ كوليسترول في السماء. يا جدعان مطعم ممتاز، الخدمة حلوة بس شوية بيأخروا عشان هما بيشوا فريش، ماشي دي نقطة حلوة. مطعم من جوه ضيق ملناش دعوة بيه، بس الأكل ممتاز، كله سمنة ودهون، سمنة ايه؟ كله دهن سايح. أنا الصراحة عجبني، وأنت يا عمور؟ لا بصراحة كونسبت حلو، وحلو ان هم مدخلين منديل الطرب ده في اي حاجة. حط ستيك فيليه، حط لحمة مفرومة، حط اي حاجة جوه منديل الطرب. فدي كونسبت كده لذيذ، وبصراحة اكل حلو ودسم ممتاز. هو سعره غالي شوية بس طبعا عشان المنتجات اللي مستخدمينها، يعني لحمة حلوة والمنديل والكلام ده حلو بصراحة. اديله 9 من 10. مطعم يا جدعان يستاهل، كفايه بس ان انا قلت عليه يعني. اديله 9.5 من 10. اي حد يجي اسكندريه انصحكم في مشمش، حلو يعني، هيعجبكم يعني. اللي بيحب اللحوم هيكيف عليه، أنصحكم فيه. انصحكم. يلا نشوف بقية الجدول، بقية الجدول عندك يا عمور هنروح فين؟ نشوف بقى الشباب اللي معانا دي ونطلع بقى على الروف توب، أليكس روف توب في الأزاريطة. جه اهو دليل بتاعنا في اسكندريه. اركب. الراجل ده معانا راجل محترم. احنا بعد ما تهنا كلمنا الدليل السياحي وهنروحوا. يلا بقى يلا. ده المرشد. بدري الجدول هنروح فين؟ احنا هنروح وبعد كده هنشوف فين بقى؟ يا عم لما نروح نروح فين مع نفسنا؟ مفاجأة. مفاجأة ايه؟ انت معاك تاكسي؟ لا كليم بيه. ماشي. محمد صلاح طبعا توهنا. خد النضاره. البس النضاره. ما حدش كده، ما حدش يعرفني. محمد صلاح توهنا. حد يعرفني؟ المهم كده وصلنا روف يعني، والراجل ده تبعه ومش طايقه تقريبا. صح صح. يلا يا شباب طالعين فين؟ لحد دلوقتي بنحاول ننقذ. خلاص الجدول عنده بقى، مالناش دعوه، الجدول عندك. هنبتدوا هنروح ان شاء الله. وهنيجوا. هنبتدوا الاول بعد كده هنشوف اسكندريه مفيش كلام. جدول باظ. مش مني. من الواد ده اهو. الجدول باظ ليه يا عمر؟ عايز الأسماء وأسماء الأفراد وعددهم ونوعهم وتايم اوف ارايفل، هتوصل الساعة كام؟ والكابلز اهم في حاجه. الآخر اه وقابلز ولا لأ، وفي الآخر هيقول لك بقى إذا كان فيه أو لأ. يا سلام. يلا محمد ها قول لنا المكان فين؟ موقف التجنيد، فاهم اللي هو ايه؟ مش عندك جيش ولا لأ؟ مش عايز عادل جاهز شهادة الموقف على البيت طول. كمان. يلا ها بسرعه قول. لا 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 لا. قول هنروح فين انجز. هنروح منتزه. منتزه. يلا بينا. يلا. محمد صلاح هنعمل ايه؟ ايه؟ محمد صلاح. انت هتودينا في الجدول معانا. لا خليك بقى الجدول معايا، سيبك من عمرو ده. عمر ده سيبك منه. اتفرج بقى يا باشا، اتفرج من هنا ورايا. يلا قول لي كده طالعين جليم بيه، وبعدين وبعد كده منتزه، بعد المنتزه المعمور. وبعدين بس نخلصه. بعد بعد كده كده نتفرج. لا كده نخلص على ابو قير على طول. يا عم ماشي. نتفرج. خلاص بقى اسكندريه والجدول في امان. هنعدي. يخرب بيتك يا محمد. البحر اهو. يا نهار ازرق ايه ده؟ ده طلع مصر. كل دول بيعوموا. جدول باظ ليه يا محمد؟ عائلات. عائلات؟ يعني انت مش عارف ان هو عائلات؟ النهارده عائلات. ومين اللي باسكندريه انا ولا انت؟ وانا اعرف اشم على ظهر ايدي النهارده عائلات. معاك حق. بنزلنا على الكوبري من فوق. فين يا محمد صلاح المكان؟ هو قدام اهو. اقلع النضاره دي كده، اقلع النضاره دي وكلمني. اقلع. فين المكان؟ هننط. حسبي الله. شطار. امسك بالعكس. ده المكان اللي احنا جايين. هننزل بقى تحت ازاي بقى؟ فين بقى صاحبي؟ اعدي كده.
صح. يلا يا فندم اتفضل، هنعمل ايه؟ اكبر شوت يا باشا مفتوحه تحت. يا محمد يا صلاح. اني اتحدث. سهله. ها يا جدعان الحمد لله. بس بيقولوا خبز. خلي بالك كل ده البركه فيا. محمد صلاح هو اللي كان مخطط كل ده فعلا. السلم ده تخطيط. ده قاصد يعمل فينا كده صح يا محمد؟ كل ده عشان تحسسنا بحلاوه الخروجه. لازم الففكم البلد لحالها واحسسكم بجمال البلد. تورينا فعلا. يا عم الله يرضى عليك. لا قول لي يا مشي ورا من الصبح بقى. دي اخر تجربه. حاجة عليك بايه؟ اخر كلام خلاص بيقول لك دي اخر تجربه. خلص المكان. هتتسخط فين اكتر من كده؟ في فوق. يلا مسدوق. يلا انت عايز تطلع فوق. الطريق مسدوق. واحده اهو خلاص بعد ما لبسنا في المصايف. انا نستخبى احنا بقى هنا اهو فوق. بقول لك بامانه عمر اقفوا كده، هنمشي وراه مش هنمشي وراه عشان نخلص، عشان نريح دماغنا. وانت ايه رايك؟ هو ابن عمتي بس مش ماشي وراه. محمد صلاح اسال وتعالى. ما حدش فيه نفس يطلع. انت روح اسال وتعالى. اسال على كل حاجه. شوف في مكان فاضي فوق ولا لا. ده اول واحد. والله الحمد لله قعدنا واحد ان شاء الله بسبب التجربة. قعدنا في كافيه ما اعرفش جابه منين ده. يا عمر ايه رايك؟ فوق ليه؟ هو ده اللي سوحنا ده. انا اللي حاجه يعني استغفر الله العظيم يا رب. الله ما شاء ما الله. تلبسنيش. انت عملت ايه خش فينا؟ عادل السبق. هذا لسه ما كانش عارف يسوق. مش عايز يطلع. مش عايز يطلع. يا عم. البس النضاره يا اسطى، البس النضاره. المهم يعني احنا قاعدين على البحر، دي حاجه حلوه. مال الفيو من هنا. الجو جميل والدنيا ايه بس. اسكندريه حلوه من فوق صراحه يا عالمي. ايه اللي انت طالبه ده؟ كيك. الله عليك. لا خش عليه، خش يا احمد. هو ده اللي سألك احمد عليه. عايز تي لا احنا سيبنا البيس ساخن. ابو حميد. هو عايز تي. لا يا عم ده تشيز كيك. بسرعه. طالب ليمون انا عادي. بس ايه رايك في اليوم يا عمر؟ لا حمص صلاح بتاعك. ليه؟ مش مرتبين حاجة، وحتى لو كنا مرتبينه مع العيد بعد محمد صلاح بهدل الدنيا. هو محمد قول يا كمل كلامك مش بتكمل غير لما اخلص كلامي. خلص ايوه مش هطلع معاك تاني. يا عم كمل. لا خلاص. لا ما تزعلش. لا حاجة عليا خلاص بقى. هو عامة خلص، هو بيعمل كده عشان هو خلص كده. الجدول خلص بس محمد ايه؟ دفع يا باشا، دفع على المغارب. الجدول ايه؟ لا الجدول 10/10. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع رايحين فين يا عمر؟ البطاق. رايحين ستانلي، نطلع كوبري ستانلي بقى. شوف الكلام بيقول ايه فوق. انا في حته يعني ماشيه بالعافيه، الدنيا ضيقه وحاجه خربانه شكلها مش تبقى صد رد يعني. حاجات ما ينفعش تتباع في الشارع. هتبقى ايه؟ يا محمد صلاح يا باشا بكوس. احنا الوجهه فين دلوقتي؟ احنا هنعرف فين؟ وانا عند محمد صلاح قال لنا انتوا مش هتروحوا. على البيت. ايه على الدار. ايه بقى الصد رد خلاص. واحمد بقى محمد صلاح بقيتنا عنده يدوب العزه. محمد صلاح ضيع علينا الفتحه اهو، ولا عارفين نعدي وتايهين في الزراعي، وبعدين نرجع بضهرنا في طريق سريع. عايز يعدي بالعرض. وحالته حال. عايز يعدي بالعرض في الزراعي. يا لهوي عليك. بتعمل ايه؟ ورا يا ابني، ورا ادي ورا. هنعمل ايه دلوقتي؟ روح الدار. نروح الدار. نزلنا استراحة في طريق يعني. هو ده اللي مودينا في داهية اهو. I will go to home. قلت اهو بالانجليزي كمان. على الزراعي رايحين دمنهور. لو نسياني ما يقدرش على حالي ما يقدرش عنه ولا حبيب. مبسوط. هو الوحيد اللي مبسوط. احنا كده وصلنا دمنهور يا جدعان خلاص الحمد لله بعد ساعة ونص. ايه
الواد ده شكله خاطفنا ولا ايه؟ ومشينا في مدقات وحالتنا حالة. احنا رايحين فين؟ الاسفلت خلص. احنا رايحين فين؟ ده الاسفلت خلص. احنا رايحين فين يالا؟ خاطفكم. شكل يا نهار ازرق والله يا نهار. هو عمر قال لي انا مش مرتاح له من الاول. قلت له ايه؟ طالما طلعت اسكندريه لازم ايه؟ حاسب التوك يا رب حاسب التوك توك. حاسب التوك توك يا يابا. ماشي وصلنا بيت المو. تمت المهمه بنجاح. صباح الخير. شجرة مانجا ايه؟ الفيو من عند المو صلاح ما شاء الله حاجة تانية. مفيش اسكندرية صد رد تاني، بس معكش مش هطلع معاك في حته تاني. بس معكش تقول اسكندرية صد رد. اتحركنا عند محمد صلاح يا جدعان، ده وز. وغيرنا المرشد. غيرنا المرشد السياحي وجبنا المرشد الجديد ده. ربنا يستر شويه يسوحنا ايه النهارده. النهارده جداول غير جداول غير. بس طب النهار هتعرف تسوق بلوج 24 ساعه في العريان. هنعمل واحد تاني ان شاء الله، بس ساعه فرح محمد بقى ان شاء الله لما يجي فرح محمد. بس شايف ده ايه؟ ده بطيخ ده ولا ايه؟ هي خضره بس انا مش عارف ايه. بس الموضوع الصراحه لطيف يعني، والهوا والدنيا تغيير ناقص بس الوجه الحسن. الموضوع جميل. ما انت اهو يا عمور. انت اهو. احنا جينا عند شعبان صاحب عادل وصاحبنا. بقول لهم يجوا يتغدوا يا جدعان مش راضيين. لا لا عيب والله. كفيت وفيت يا شعبان شوفتك يا شعبان يعني. وما شاء الله فاهم. بعمل بقى لايك يا شعبان على البتاع، اكونفو يفرح قوي بالفيديو ده. والله. ايش يا جدعان؟ شعبان صاحب عدول، قلنا نيجي نشوفه بالمره. سلام يا شعبان، اعمل باي باي. يلا بس كده خلاص. نروح بقى نشوف بقيه الجدول بتقول ايه. نروح نشوف بقيه المحافظات. قولوا لنا بقى المحافظه الجايه. المحافظه الجايه عايزينها ايه؟ محطه بني قطر. هنا محطات قطر مش مترو. في القاهره في مترو. مسكنا الاسفلت اهو خلاص. يلا على اسكندريه بقى. الان احنا رايحين مقابر كوم الشوافه. ماشي يا المهم يعني مقابر اثريه، المفروض 30 متر تحت الارض واوض وبتاع حاجات رومانيه كده. هنجربها بقى. المفروض ان ده جدول طالعين عليه وان شاء الله مش هيبوظ. ده تامن جدول في الطلعه دي. تامن جدول ان شاء الله يعني. يا رب. احنا خلاص بقينا رحاله يعني. انتظروا بقى الفترات الجايه محافظات جديده، كل اجازه باذن الله بمحافظه نكتشف. هنروح هنيجي يعني. هنروحوا. يلا اما نشوف الجدول بيقول ايه بقى. بس ان شاء الله تكون فتحت في الساعه 4 هنلحق ان شاء الله. وصلنا يا جماعه. جدعان المقابر التذكره ب 10 جنيه طلاب، يعني رخص مع بعض رخص بجد. مستغرب. اكيد الكبير ب 20. دخلكم بقى اتفرجوا. مقبره الورديان. دي كانت المفروض انها مقبره. ده المكان اول ما دخلناه. دي توابيت. يلا يا عمر. المفروض ان في مكان تحت الارض شفته على النت، فعايز اشوفه بقى. دي مقابر برضو. كاتاكومب. في نازله تحت بقى، في حته ايه نطلع نشوفها الاول بعد كده نبقى ننزل تحت. فين يا جدعان؟ كل ده تحت الارض. في ماب تحت الارض فاهم؟ وراسم لك اللي هو كده ده 5 متر ده 10 متر. الاعماق. هننزل تحت نشوف الكلام. الصوت الغنى ده عشان فيه فرح. بصوا من تحت عامله ازاي. هننزل احنا بقى ايه اخر النزله اقول لكم. انا اصور لكم. هنزل السلم ده. شغل بقى الشرط ده الشرط قطع كمان. لسه في تحت تاني. بتاع شكلها ممتازة. كل دي متخيل دي منحوتة. بصوا بقى. أنا خايف الصراحة خايف. الجو هنا بارد رطب، في صوت.
لا في واحد اهو. انا خفت يخرب بيتك خضتني. تخيل الناس اللي يعني دي مثلا ممكن تبقى مقبره مجمعه. اكيد في واحد تحت. تعالى رامز عن تأمون. بص ايه ده؟ سامعين الصوت؟ في هنا تحت اهو. يا ولا خد تعالى بص. ايه ده؟ يا عمر لا تسمعني صوتك. يا عمر يا جدعان ما تسيبنيش لوحدي. خلاص مفيش شبكه هنا. انت شبكة ايه يا عم؟ بقول لك ايه، بص فاهم يا جدعان ده في ميه بصوا. شايف؟ طعمها على فكرة ولا ميه جوفية، طعمها حلو. دقتها عادات. استنى نور هنا اهو. ده تحت الترميم تقريبا. الموضوع ده هو لازم تقفل الساعه 4 فعلا، ما هو بالليل الموضوع هيبقى صعب قوي. هيبقى صعب جدا. انا اصلا بتكلم من اماكن الموضوع. يلا نكمل بقية المستويات اللي تحت. الصراحة مكان يعني لازم تيجي مع حد، اعتقد لوحدي انا هخاف. تمسكوا جروب كده يا جماعة، شايف؟ عمار ايه؟ من عند احمد ولا من عند؟ اللي هو تقريبا دي مقبرة اللي هو ايه دفنوه. هنا بيدفنوا الناس المهمة وبقية الحاجات اللي هو العاديين. شايفين اللي عاملة ازاي؟ التابوت ده اعتقد فتح ولا اتفتحش. بص في ممر اهو. خش في حتة في الأرض داخلين ورايا. انا لو حاجة طلعت انا بخاف. مش لما نأمن الأول. المرة دي عايزينها فانوس سحري. انا عايز افهم بس زي حواز لما كان بيروح يكتشف المقابر كان بيجيله قلب يدخل ازاي؟ بجد يعني ده هم مفضيينه وعارفينه، انما احنا بقى اللي داخل على مجهول ده بيعمل ازاي؟ احنا دلوقتي احنا نزلنا هنا الحته اللي تحت دي المقابر اللي هي مرسوم عليها الحاجات، ودلوقتي ممكن نكمل بقيه السلم. دي الممرات اللي هي اللي مش منورينها. تمام. في حاجات اهي برضو. بس ندخل كده كده الحته اللي فوق دي خلصت. طب مره على فكره فين تعال ادخل بس الرطوبه هنا حلوه يعني ما تحسش بالحر. شوف بقى اوبا شغل تاني. لان حتت جوه حتت محفوره في الجبل. بص فوق في سلم اهي. السلم دي بتودي فين؟ مش هو حاجه فلان اهو. شايف كل دول كانوا مدفونين هنا. عظم بني ادمين. بس شايف عظمهم زمان كان عامل ازاي ضخم. دي اكيد دي ازاي دي ريش البني ادم. ليه كان قفصه عامل ازاي؟ كان مدفون من سنه كام ده؟ ده له كتف. بص الفيمر قد ايه؟ يا اخي ما بقول لك غريبه. ما بص اصلا ده محمود فقري ازاي؟ حاجه ضخمه انت فاهم اللي هو يعني ايه؟ ما تعرفش فين في ديناصورات دول ولا ايه؟ مفيش حوض كده اهو، حوض اهو.
يا ابني انت شايف عامل ازاي؟ ده وزنه كان كام؟ ده 300 كيلو، طوله كان كام؟ بقول لك يا ابني عامل العصر الروماني. روماني من زمان، من كتير. الجزء التاني من المقبرة. تمام. ده انا المفروض كان في رسومات هنا، انت تقريبا هم بوظوها حاجة زي كده. بص بس دي صغيرة تقريبا، دي كانت أوضة كده الخدم ولا حاجة. شدي ننزل بقى تحت كمان. دي آخر حتة. بص كده بقى في الأماكن المغلقة. ايوه انت بتخاف من الاماكن المغلقه اهو. ولا شايف الحته اللي انت قلت لي هنصورها دي؟ ما هي بتطلع على الحته اللي احنا هناك. وفي دخله من جوه، تيجي ندخل؟ لا نجرب. انا اصلا مش هدخل هنا، مش هينفع. لا دخلت هنا عرفت. مش هعرف. بس نطلع بقى نشوف الدخله من الثانيه اللي هنا. في ده شوف اللي هي القبه دي يا عم، بس ايه تكشفها هنا عماله تضيق بس اخرها كده نازله، وده اخضر مظاهر حياه وبير بس. هو اصلا رطوبه على مكان لطيف بس بيخوف. انصحكم فيه، بس تعالوا الصبح، ممكن الصبح تلاقوا ناس اكتر. احنا جايين خلاص الساعه 4 هيقفلوا فعلا. هو بيقفل 4 ونص، مفيش حد. يلا نكمل الجدول هنشوف بره فين تاني. سوي لايك. صورت لكم الخريطه، كان في مدخل تاني كده بره، هو ده المدخل اللي بره، كاتبين ممنوع الدخول، فمش هنعرف بقى. بصوا في حته تحت اهي ومنور، بما انه منور يبقى في دخله من هناك عشان في نور شمس تحت. بس يلا بقى نشوف هنروح فين تاني. جاي بقى الحته دي مفتوحه برضه على المقابر ودخلتها من هنا. بص كل دي واضح ان هي اتهدت، كانت مقابر ووقعت او حاجه، عشان كده قايلين ممنوع الدخول. بس دي تبعها يعني، تبع المقابر اهي كلها. مقبره تجران. ايه؟ تجران. تجران. كل دي اثار اتدمرت، وده ده الرسم بتاع كوم الشعب. وايه دي حته سجاير؟ دي مقبره ملك تقريبا. ده كده كده يا عمور. بس الرسومات دي حديثه، مستحيل يكونوا راسمين رسمه بص على الرسومات دي مزاج. حديثه جدا. لا يا عم مش حديثه يا عم. لا حديثه. هي بس عشان الالوان كان عندهم ضمير زمان، ف اليوم عامل ازاي؟ ولا تبالي بأي حاجه. يبقى تالت يوم بندور على لوكاندا. ندور على حاجه نبات فيها، خدها من دلوقتي بقى حتى مطلع الفجر تاني ده يوم. كده نركبوا بطاش. بس يلا هنروح ندور على حاجه نبات فيها. ممكن يبقى تالت يوم، ممكن يبقى تالت يوم، هنشوف. لقينا فندق الحمد لله. ما تقولش فندق. الشخص 8 درهم. بنسيون. شخص ب 8 درهم عشان يبات هنا، هو بس كده خلاص خلص. شماعات وتلفزيون وسرير. اليوم ب 120 جنيه فرد. خلي بالك احنا الحمام بتاعنا، معلش الحمام بتاعنا داخلي، كان في اوض حمامات في الخارج بس انا ما رضيناش، قلنا لا وريهم بقى الفيو. شايف الفيو؟ بحر هناك اهو، عشان بس ايه واخدين فندق على البحر. صورت البحر وعرفتهم ان احنا واخدين فندق على البحر. البحر يا اخويا. بص كمان جنبنا شبكه اتصالات، يعني الشبكه فل. يعني خلاص مش عايزين حاجه تانية من الدنيا. بس دور الكام؟ تامن. عندنا هنا بقى ايه؟ بحر. التلفزيون شغال، وحتى كمان جايب يعني افلام من 2007. حس كده بقى، ده اخر يوم ليك معايا هنا النهارده، من بكره تشوف لك مطرح تاني. 30 سم. يا جدعان احنا جينا محل البركه بيقدم فرايد تشيكن، وركننا هنا ما عندوش بتاع، عنده تيك اواي.
ما فيش الا فرع واحد بس اللي فيه بركه والفاير بصراحه احسن فرايد تشيكن في مصر بالظبط. بصراحه. والاحجام بيلعب على الحجم والكميه. خدمة مقابل سعر زيرو خدمة وضريبة. بصراحه ما مش شايف بقى عدى على في براندات مش عايز اقول عشان متبقاش اعلان، بس هو علق على ناس كتير قوي بصراحه في مصر. ده حصل. وباجي له اسكندريه مخصوص، هو قريب لو فتح في القاهره، بس لو حافظ على الكواليتي هيبقى ممتاز. المهم يعني ان ايه، كل الفروع اللي على البحر دي ما فيهاش اي قاعده غير الفرع الرئيسي والفرع اللي ناحيه القلعه بس. قلت لكم يا جدعان بيلعب على الكميات. بص شايف الصدر قد ايه ما شاء الله. مبدئيا كده ايه رايك؟ احنا كده كده مجربين. هو كده كده ممتاز وجايب كوبسلون اهو. استنى كده نفتح. دي قلبه ما شاء الله حاج. طبعا احنا خلاص اخر اليوم، ده الجدول. الدنيا كلها زحمه موت. ممكن مصر كلها في اسكندريه حاجه زي كده. دي بندب مش تطلعوا اسكندريه في العيد تاني ابدا. هي كده ما ينفعش صد رد في العيد، ما ينفعش في العيد اصلا اسكندريه، الناس كلها في اسكندريه. بس هنروح بقى الفندق نشوف الكلام. طبعا كده الجداول خلصت. احنا امبارح روحنا جينا على البيت على طول، نمنا لسه صاحيين. هنعمل بقى جدول تالت خالص مش على دماغنا، هنروح الساحل. بس بما انه هيبقى الفيديو طويل فهخليه جزء تاني. بس احنا كده اسكندريه صد رد قلبت معانا ب3 ايام، فنشوف الجدول اللي بعده.